فرع ثقافة بورسعيد أن يقدم لكم الليلة المسرحية الاستعراضية الغنائية بابا أنا آسف. حواديت
بالظبط. خد بالك ماما كمان مش عاجبها تصرفاتك مع بابا. ماما كمان كل ما اطلب منها حاجه تقول لي لا. اسالها ليه يا ماما تقول لي عشان بحبك. تصوري يا بنت، علشان بابا وماما بيحبوني بيقولوا لي لا. ماما عندها حق، مش اي حاجه تعجبنا نجيبها على طول. امال التابلت اللي بابا جابه لي ده يبقى ايه؟ ده من مصروفي وقعدت احوش فيه اكتر من سنه كامله عشان اجيبه. انا بقى ما بعرفش احوش من مصروفي، مصروفي بيخلص على طول. علشان دي اي حاجه وكل حاجه بتشوفها من روحة التفكير. انا عاوز كده، انا نفسي اجيب كل حاجه. انا مش قادره اقنعك يا مالك. عموما انا كمان زعلان منك. اتاخرنا عليكم؟ لا طبعا يا ماما. بابا كمان جاب لكم حاجات حلوه كتير قوي عشان الله شكرا يا بابا. العفو العفو، ده انا جبت لكم الدنيا يا خالد. ايه؟ مفيش شكرا يا مالك. لا ازاي؟ شكرا يا بابا، شكرا. هو انت زعلان؟ انا اللي المفروض ازعل منك. بقى انت يا مالك بتقول ان انا ما بحبكش. انا ما بحبكش يا لا مالك. لا لا ما تقولش كده، مالك اكيد ما يقصدش، هو بس ما بيعرفش يعبر. نفسي فعلا يكون ما يقصدش. ما تعرفيش الكلمه دي اثرت فيا قد ايه؟ لان ما حدش بيحب مالك قدي. اكيد. عموما انا هجيب حاجه واخد بالك معايا. مالك خلي بالك من ماما. حاضر. خلي بالك من ماما يا مالك. حاضر يا بابا. قول لي بقى انت زعلان ليه؟ انا فعلا زعلان. كل الحكايه ان انا وصلت بقى وبس. وبقى يا مالك هنعيده. بابا قال لا وانا كمان مش موافقه. ما هي دي المشكله، كل حاجه لا. يعني احنا ما قلنالكش على اي حاجه حرب الاهتمام. بص يا بنت، بص الصوره دي صورتك قدامي. شايف شكلك حلو ازاي وانت صغير وايديك صغيره. طب شايف مين اللي شايلك وعينيك مليانه فرحه؟ ده بابا يا مان. طب ما انت كمان شايلاني وبرضه فرحانه قوي. عارف يا مان، قبلها الاسبوع اللي كنت تعبان قوي، كنت فعلا مجنون. بابا فضل يلف طول الليل على المستشفيات عشان يجيب الدكتور. في الاخر الحمد لله ربنا شفاك. عينيك بتسال يا بابا الكلام ده ليه؟ عشان مفيش حد هيحبك اكتر من هو بابا. وبعد كل ده تقول ان بابا بيحبك؟ طب ازاي؟ انا كنت عاوز اطلع الرحله وبابا بيقول لي لا، وعشان كده انا قلت الكلام ده لبابا. طب انت ما سالتش بابا قال لك الكلام ده ليه؟ مش يمكن ما معهوش فلوس؟ على فكره بقى طريقه تفكيرك دي ليه يا بابا كده؟ على فكره يا ماما انا اللي زعلان من بابا علشان مش راضي يوديني الرحله. بابا ما عادش بيحبني. لا ما تقولش كده. عارفه يا ماما، انا كان نفسي بابا يبقى غني ويبقى معاه فلوس كتير واي حاجه اطلبها منه يجيبها لي على طول. طب ما بابا فعلا غني واغنى من ابهات ناس كتير من اصحابك، ويقدر يجيب لك حاجات هم ما يقدروش يجيبوها. مالك قبل ما نطلب الحاجه لازم نعرف ان كانت مهمه ولا لا، وان كان ممكن تتاجل ولا ما ينفعش تتاجل. انا مش هقول لك قصاد كلمه لا بابا قالها لك جاب لك حاجات قصادها كتير قد ايه، لكن هقول لك ان لو دي طريقه تفكيرك يبقى انت اللي ما بتحبش بابا مش بابا اللي ما بيحبكش. ما تقوليش كده يا ماما، انا بحب بابا جدا بس انا برضه زعلان. طب اسمع، احنا مش جبنا ادوات الرسم والحمل بتاعها؟ تعالى ارسم يمكن تهدى. وانا هروح اجيب لك حاجه حلوه. عايز حاجه ثانيه؟ شكرا. ارسم ايه؟ ايوه لقيتها، انا هرسم بابا وماما تانيين يحققوا لي اللي انا بحلم بيه. بابا وماما زي ما انا عاوزهم بالظبط، يقولوا حاضر وبس وما يقولوش لا، ما يقولوش لا ابدا.
بس ايه يا عم امين؟ ده حتى المفروض يعني اقل واجب. ايوه بس احنا لسه الصبح بدري والناس لسه نايمين واحنا كده هنقلقهم ونزعلهم. عندك حق يا عم امين. اي اجيب ديو انت يمين. مين اللي قال الكلام ده؟ ده البنزين والميه والكارته وكله لسه. ديو حضرتك عندك حق يا عم وليد. يا اخي فهمان. ايوه مهند ايه؟ السواق ده شكله يحضن قوي.
وهلاعبك عشان فاتحة وهفسحك. الله، انت وانت احنا بنحبك يا اسطوره. ولا الباور ده ما يطلعش من حجمك ابدا. مش هنيجي هناك. لا امشي يا بنت. لا اوعى. ايوه بقى كده يا اسطوره، احلى
انا كنت غلطان لاني ما قدرتش بابا اديه بيدعم عشان يجيب لي كل حاجه انا بحبها. اكيد في حاجات دايما بتبقى قدامك وعايزها، لكن ما فكرتش الحاجات دي بتيجي ازاي، ما فكرتش انك تحوش من مصروفك وتجيبها. انا مش عاوز حاجه غير ان اخد مننا انا واصحابي. ايوه احنا مش عاوزين نخرج وكمان نعرف طريق مدينه دهب. يعني انتوا عايزين تخرجوا من هنا؟ وانتوا ايه رايكم، اخرجوا ولا يوديكم لمدينة ده، لكن الخريطة دي مانيش عارف أنا عدتها فين. ماما ما تعرفيش أنا عدتها فين؟ الليل خلاص قرب، وانتوا كده كده لازم تخرجوا بره الكهف، لاني ما بسيبش اغراب يناموا عني. ده مش مكانهم ومش هيكون مكانهم. لا ساعة وتخرجوا للديانة فيها، هتخرجوا للموت. مفيش قدامكم دلوقتي غير حل من الاثنين، يا تلاقوا الخريطة وبيها توصلوا، يا تخرجوا ورا الكهف للموت والضياع. أنا هنا في الكهف بتاعي ما عنديش حاجة من غير تعب ولا مجهود. ما أقدرش أدي حاجة لحد من غير ما يعمل مجهود علشان ياخدها ويوصلها. يا ترى يا مالك هتعرف انت واصدقائك يجيبوا من البير ولا لا؟ الصندوق اترمى في البير والبير شكله غويط وكبير. تعمل ايه دلوقتي يا مالك؟ شغل عقلك
الميه مليانين. وعلى فكره مالك هو اللي هيملى الجيران دي كلها لوحده، وهو كمان اللي هيحطها كلها في البيت، ده الا اذا حبيتوا تساعدوه يعني. مالك صاحبنا، واحنا لازم نساعده عشان بنحبه. برافو برافو عليك. الله حي الله. يساعدوا بعض. والميه دي بكام؟ ما انا اتعلمت خلاص، هي حاجه لازم اعرف بكام واعرف هو فلوسها ولا لا. احنا ما بنستعملش فلوسكم دي، قصدي العمله بتاعتنا يعني ما بنصرفهاش. وهي وليكم هنا تبقى ايه؟ احنا عملتنا هنا النظام والاجتهاد والعمل والتعاون والاخلاص والصبر. كل ده هقدر ادفعه ازاي؟ تقدر يا مالك، وتقدروا كلكم يا ولاد. هو عمله جميله لكن غريبه، والعمله دي فين؟ هنا عندي وانا هديها بس شرط بنظام بنظام. يلا يلا يا نظام اديلهم العمر بنظام. كل واحد هياخد عمرته. انا قلت بنظام لان هنا عملتنا النظام والعمل والاخلاص والاجتهاد والتعاون. ايه ده؟ دي ورقه فاضيه. ثانية كده. ايه ده؟ هو انا كمان ورقتي طلعت فاضية. اما شوف كده طلعت فاضيه، ما فيهاش حاجه برضه، مش مكتوب عليها اي حاجه. اكيد انت اللي ورقتي فيها حاجه. ايه ده؟ دي فاضيه. الورق اللي قصد العمله اللي معاكم دي كلها فاضيه، وانا قاصد اديها لكم فاضيه علشان كل واحد فيكم واحده يكتب كلمه لبابا ويقول له انا بحبك يا بابا. بحبك يا بابا عشان انت اعظم وأحن اب في الدنيا، عشان انت فيك كل الحنان اللي في الدنيا دي. بحبك بحبك يا بابا. بحبك وما اقدرش اتصور يوم في حياتي من غيرك. بحبك وحاسس اني مطمن في وجودك وان جوه مفيش اي حاجه ممكن تغلبني. بحبك. بحبك يا بابا قوي. بحبك يا بابا وفخورة انك بابايا، وان انا بنتك وعارفه ان بطلت تعبك عشاني وعشان ماما واخواتي. بحبك يا بابا. مش بنسى كل اللي عملته ليا، ومش بنسى خوفك ورعايتك وحنيتك ليا. متشكرة جدا يا بابا. بحبك يا بابا. ومفيش كلام في الدنيا يقدر يديلك حقك. شكرا يا بابا على كل حاجة حلوة عملتها لي. بحبك بابا حبيبي، مش عارف اشكرك ولا لازم اعتذر لك الاول. مفيش حاجه ما اقدرش ما اشكركش عليها عشان انت سبب وجودي في الدنيا. بس في حاجات كتير قوي لازم اعتذر لك عنها. كان لازم اعرف واقدر ليه بتقولي لا. بابا انا مش هزعل منك ابدا لما تقولي لا. عارف ليه؟ عشان انت بابا حبيبي. بابا أنا آسف.
بتتعب كتير قوي علشان وممكن يتعب وما يقدرش يحقق لك اللي انت عايزه، انت بتزعل. بس صدقني هو بيزعل اكتر، بيزعل قوي انه ما قدرش يحقق لك طلبك. لكن ساعه ما يجيب لك حاجه يفرق ويروح لما يشوف الفرح في عينيك. عرفت المال؟ عرفت انا مبسوط قد ايه وانا بسمع منك الكلام ده. وانا وعدك ان عمري ما بقول لك كلمه لا. عشان ايه؟ عشان انت حبيبي بابا. انا اسف حبايبي. بص هو عمل ايه؟ اعترف بخطأ. اهم حاجه لما الواحد يغلط يعترف بخطأ عشان يبدا يعالج. وهنا مالك قصد سليم اعترف بخطأه وفي الاخر قال له ايه؟ انا اسف. ايه رايكم سليم عمل الشغل حلو؟ طب نحييه بقى. فرحه ست بقى كانت هايله النهارده. تحيات تحيه جامده. سارة
أسامة خليل، منى طلعت، رامي الأتركي، إضاءة سليمان رجوان، عماد الجنايني، صوت ومؤثرات معتز مصطفى، رئيس شؤون هندسية جمال سعيد، غناء بسمة مجاهد، مخرج منفذ يحيى الدسوقي، سارة فؤاد، أسامة مسلم، مع الفنان القدير حسني عكري، بابا أنا آسف للمخرج محمد الدسوقي. يا رب يكون العرض عجبكم. بشكركم جدا. اطلعوا يلا حي الجمهور. شكرا. ارجعوا ورا.